انت بتستخدم السيليكون دوت علشان تلحم ظهر الموبايل او اي سيليكون تاني، فانا عايز اقولك ان انت بتلحم ظهر الموبايل بطريقة غلط جدا. انت عندك حل سريع وبسيط، ان انت ممكن تستخدم لزق دبل فيس. هيسهل عليك الدنيا جدا، وهيسهل على اي حد هيفك الجهاز من بعدك. احنا هنا منظفين الدنيا ومظبطين كل حاجة مكان اللي كان شغال قبلنا، وهنبدأ نلحم بلزق دبل فيس. الموضوع سهل وبسيط وهيريحك جدا فيما بعد، يعني مش هياخد منك مجهود، وفي نفس الوقت لو فكيت الجهاز تاني في اي وقت عشان اي مشكلة معاك هيبقى مسهل عليك جدا. احنا هنا قطعنا حتة لزق دبل فيس وحطيناها بالمنظر اللي انت شايفه دوت، سنترناها، وبضفرك هتدوس عليها كده، او ممكن مثلا بظهر جفت او ظهر اي حاجة عندك وتدوس عليها، وهتظبط معاك الدنيا خالص زي ما انت شايف. والزيادة طبعا هنجيب القطر بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه، وهنقطع الزيادة. طبعا انت هنا عشان الظهر بيبات معاك في مكانه، فهيبقى سهل عليك. ممكن تستخدمها برضو مع كل الاجهزة اللي تجيلك. احنا السيليكون بنحتاجه عشان نلحم الشاشة، انما الظهر مش لازم، كده كده الظهر يكون بلاستيك او ازاز. فانت الاسهل تعمله زي ما انت شايف في الفيديو. بنسنتر هنا الجنب التاني، وبرضو بنفس الطريقة هندوس عليها كده. وطبعا الفلاتات هنا انت بتحميها، عشان لزق الدبل فيس معاك بيكون خفيف احسن بكتير من ان انت تحط سيليكون. زي ما انت شايف كده، احنا بس بنحددها او بنبيتها مكانها، وبنقطع الزيادة. وادي اهو، اي زيادة معاك انت بتشيلها وهيطلع معاك شكله جميل جدا، ومش هيكون بايظ ولا هيكون مثلا منظره مش حلو ولا متبهدل معاك خالص. اهو اي زيادات هتشيلها بكل سهولة. هنا برضو الفلاتة معاك هتبقى سهلة جدا. ثواني معلش، انا نسيت احط ديت. طبعا ديت كده كده هنثبتها بدبل فيس، مش هتفرق معانا، ده غطا سماعة، احنا مش عايزين نفكه بعد كده، عايزينه ثابت مكانه. فعادي ان انا احط عليه دبل فيس، عادي ان انا احط عليه سيليكون اسف، علشان يثبت معايا، مش هفكه تاني. واي زيادات للسيليكون هجيب منديل وسن التنر عليه، وهبدأ ان انا انضف اي سيليكون زيادة او اي حاجة زيادة. وتمام كده زي ما انت شايف. هحط اخر حتة دبل فيس معايا، وهشيل الزيادة برضو منها. معايا حتة زيادة مش هتفرق، لو انا حطيتها هنا كده كده هتمسك معايا اكتر، فهتبقى حاجة برضو حلوة بالنسبة لي، مش وحشة خالص. ولو ما حطيتهاش مش هتفرق معايا كتير. هبدأ اشيل دلوقتي العازل اللي على الدبل فيس. طبعا الدبل فيس ده بيسهل معاك الدنيا، وحلاوته ان هو خفيف على اي فلاتة، فمش هيبوظها معاك. يعني في ناس برضو بتقع في مشاكل ان ممكن البصمة تتقطع منها، او ممكن فلاتة الشبكة اللي تحت خالص ديت تبوظ معاها، بسبب الناس اللي بتحط سيليكون، وفي ناس بتعجن سيليكون. انما الطريقة ديت هتسهل عليك كتير. طبعا وعشان فلاتة البصمة لو خايف عليها، انت ممكن توسع لها كده جزئية بسيطة، وهتعدي معاك وهتبقى شغالة وزي الفل وبدون اي مشاكل خالص. دي الطريقة الصح علشان تقفل جهاز مظبوط،
حتى لو رجع لك تاني او راح لاي مكان تاني وحد فكه، هيبقى سهل جدا عليه. وطبعا اللي هيشوف المنظر دوت هيقول الله ينور عليه، اللي فك اشتغل قبلي، يعني حد فاهم مش بيعك وخلاص. طبعا السيليكون اللي انت شايفه دوت والتجريحات ديت بسبب ان هو راح اكتر من مكان قبل كده، وكل واحد بيعك بدماغه اهو. هتنضف اي زيادات معاك، اي حاجة ملهاش اي لازمة، وهتلاقي شكله حلو جدا. انت نفسك هتبقى راضي على الشغل، وهتحس ان انت قفلت تقفيل مصنع. ولو عجبك الفيديو دوت متنساش لايك وشير وسبسكرايب، تفعل زر الجرس وتابعني عشان يوصلك كل جديد. سلام.